اللهم صل وسلم وبارك على شفيع سيدنا محمد. شايفين جمال وحلاوة الفطير؟ بصوا حاجة كده اهوت يا بنات هنعملها في رمضان هتبهركم قدام ضيوفكم، حاجة كده اهو بجد سبيشال. انا كل الفطير اللي انا عملته اصلا هو اتاكل خلاص الحمد لله، بس انا نقصت دي عشان خاطر اقدر ان انا اصور بيها. حتة فطيرة بالجلاش تجنن يا بنات، والله العظيم حاجة كده هتعمليها في رمضان هتبهري ضيوفك بيها، وحاجة كده بجد هتبقى سبيشال. تعرفي بقى لو عملتيها كده هو بقى لضيوفك، لو جالك كده هو ضيوف وزهقتوا بقى من الكنافة والجلاش التقليدي، اعملي لهم بس الفطيرة دي. بصي الحشو والجمال. والله العظيم حلوة جدا وسكرها هايل، تحفة يا بنات بجد، سكرها حلو جدا هتبهرك انت وتشوفي بجد. يلا بينا بقى عشان نخش نشوف الفطيرة بتاعتنا. هنحتاج لفة من الجلاش، طيب والكريمة نص كيلو من اللبن، هنحط عليهم 3 معالق من النشا، 3 معالق من الدقيق، معلقة واحدة بس من السكر، وهنبتدي نرفعهم على النار. وللتزيين بتاعنا دي طبعا بتكون حرية شخصية، انا عندي زبيب وجوز الهند، لو انت متاح عندك سوداني كاجو عين جمل هتبتدي انك انت تكسريه نص تكسيره وهتبتدي ان انت تشتغلي بيه. وعندنا السيرم بتاعنا العادي خالص اللي هو عبارة عن مية وسكر وليمون. هنبتدي كده ان احنا نجيب ورقتين بس من الجلاش، يعني ورقتين بس من اللفة، وهنبتدي دلوقتي ان احنا بنسيح سمنة وزبدة على بعض. الميكس ده يا بنات على بعضيه بجد بيبقى رهيب. احنا حطيناه حوالي دقيقتين كده في الاير فراير لغايه لما ساح خالص عشان خاطر نبتدي ان احنا نشتغل بيه بفرشه كده بقى. وهنبتدي ان احنا ندهن اول ورقتين بالسمنه والزبده اللي احنا حطيناهم على بعض. هنبتدي كده بقى نجيب الكريمه بتاعتنا وهنبتدي نحطها في النص، والزبيب بقى ورشه من جوز الهند، وهنبتدي ان احنا نطبق الفطيره بتاعتنا بالطريقه دي. بس ما بين كل تطبيقه وتطبيقه هتبتدي ان انت تحطي رشه كده بسيطه من السمنه وهنشيلها على جنب. هنجيب بقى ورقتين تاني من نفس اللفه، هنبتدي ان احنا ندهنها كده اهوت دهنه بسيطه من السمنه. الورقتين اللي احنا عملناهم اول مره اللي كانوا محشيين هنحطهم في النص وهندهنها برضو كده اهوت دهنه من السمنه وهنبتدي نطبق. وما بين كل تطبيقه وتطبيقه برضو هنحط رشه من السمنه والزبده مع بعض. وهنا بقى هنجيب الصاج بتاعنا بتاع الاير فراير، دهنه بسيطه جدا كده اهوت من السمنه، وهنبتدي ان احنا نرفع الفطيره بتاعتنا فيه، وهنبتدي برضو ان احنا ندهنها دهنه بسيطه بالطريقه دي. وهنبتدي كده بقى ناخدها وندخلها على طول الاير فراير على درجه حراره 200 10 دقايق بالظبط. خلال ال10 دقايق دول هنكون احنا عملنا بقيه الفطير بتاعنا، وهي هتكون استوت 5 دقايق على الوش ده و5 دقايق على الوش التاني. برضو هناخد ورقتين وهننزل برضو بالكريمة بتاعتنا، وهنبتدي ننزل بالزبيب وجوز الهند زي ما انتم شايفين كده بالظبط. وهنبتدي برضو ان احنا نطبق، وزي ما قلنا ما بين كل تطبيقة وتطبيقة هنبتدي نحط رشة من السمنة عشان تطلع معانا الفطيرة بتاعتنا مورقة وهتبقى خرافة يا بنات. هنجيب برضو الورقتين التانيين وهنبتدي ان احنا نطبق نحط سمنة بالطريقة ديت، وهنحط المحشية في النص، وبرضو هنبتدي ان احنا نطبق، وما بين كل ورقة وورقة هنحط رشة من السمنة بالطريقة دي. لفة الجلاش بتاعتنا طلعت معانا كام فطيرة؟ طلعت معانا حوالي 4 من الفطاير دي كده اول فطيرة. اخر فطيرة بقى هنا اهوت معانا اتقطعت معايا. طب هعملها ايه؟ هرميها؟ مش هعملها، لا طبعا هنعملها. بس هنا حطينا الورقتين، وبعد كده الورقتين التانيين المتقطعين حطيناهم برضو، وابتدينا ان احنا نحط السمنه، يعني حطينا ال4 ورقات على بعضيهم علشان تبقى كده معايا محمله كده والورقه بتاعتي ما تتقطعش. هنا هو دي انا كنت عاملاها ساده لان كان عندي بنتي مش عايزه اي مكسرات، برضو بتطلع حلوه جدا وبتبقى خفيفه قوي حلوه جدا. احنا زي ما قلنا لفه الجلاش بتاعتنا بتطلع معانا 4 من الفطاير، دول 3 فطاير وواحده في الاير فراير، يبقى احنا كده عندنا 4 من الفطاير. هنا بقى كده اهوت الفطيره طلعت معانا حلوه وحمرة وجميله جدا، وبصوا لونها خرافه يا بنات.
هبتدي كده بقى اجيب شويه من العسل واحطه على وشها من فوق كده وهي سخنه. طيب انا مش حابه مثلا احط كريمه تاني منها على الوش، ممكن تحط كريم جانتيه، ممكن تحط كريمه باستري، تحط كاستر، ايه الحاجه للتزيين دوت حريه شخصيه ليكي انت. ورشه برضو كده من الزبيب وجوز الهند، بجد كانت طالعه روعه وخرافه. وهنركنها كده بقى على جنب. هنا بقى هنبتدي نعمل الفطاير التانية. هحط برضو رشه كده هوت من الكريمه على الوش، بس نوت انا مش هحط سيرم، في ناس مش عايزه سيرم، هنحط رشه كده هوت من السكر البودره، سكر كده هوت ناعم زيكم كده بالظبط. وهنبتدي نرش كمان جوز الهند، مش حابه تخليها غير بسكر البودره بس هتبقى حلوه جدا برضو، زي ما قلنا دي حريه شخصيه. يا ستي استني هديكي والله بس اخلص تصوير. طبعا واقفين فوق راسي مخليني مش عارفه اعمل حاجه خالص، كله مستني الفطيره بتاعته، كل واحد عايزها بذوقه، في ناس عايزاها ساده وناس عايزاها بالمكسرات. ودي بقى حطينا لها عسل وحطينا لها جوز الهند والزبيب، وكانت بصوا روعه يا بنات. قدموها كده اهوت في رمضان لضيوفكم، بجد هتبقى حلوه جدا. وكل سنه وانتم طيبين.